لتثبيت 30 من العوارض الحديدية الثنائية العملاقة لحلقة سقف ملعب طنجة الكبير، والتي جرت في وقت قياسي لم يتعدى 20 يوما فقط، بدأت مرحلة جديدة وأخيرة من أبرز معالمها ومميزاتها الدقة الكاملة لأبعد حدود. وقبيل البدء التفصيلي في عملية تغليف سقف الملعب على مساحة تفوق 55 ألف متر مربع، تتواصل حاليا عمليات تثبيت آخر العوارض الهلالية أو المقوسة، وهي التي ستتم تكسيتها بالغشاء المصنوع في ألمانيا، والذي سيغطي سقف الملعب ويتكون من مادة AM المضادة لكل أنواع التآكل، إلى جانب توفيره لنفاذية أكبر للضوء داخل الملعب وتميزه بسلاسة في تصريف مياه الأمطار وفقا لمنهجية قنوات تصريف وتوجيه بطرق ذكية. وفي تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب، يجري حاليا بالجهة الجنوبية الغربية للملعب تثبيت أول عينة من القماش الذي سيغطي سقف الملعب في الأيام القليلة المقبلة من قبل الخبراء المتسلقين والمهندسين المغاربة، وهي تجربة تكللت بالنجاح في مرحلتها الأولى، وهو ما سيسرع من عمليات التسقيف بالقماش في مرحلة أخيرة قد لا تتعدى أسبوعين فقط حسب الظروف الجوية. ويرى مراقبون ومهتمون أن من شأن تغليف وتسقيف ملعب طنجة كأول ملعب بالمغرب في المرحلة الحالية قبيل المونديال وكأس إفريقيا، وبهذا النمط من الأسقف الشعاعية نقل ثورة الملاعب الرياضية بالمغرب نحو مستوى عالمي.